الساعة كانت دخلت على 2 بالليل بعد نص الليل، وانا قاعد لوحدي في الشقة القديمة بتاعت جدتي. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وما تنساش تعمل اللايك بتاعك الجميل واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ القصة على بركة الله. في شبرا الكهرباء قطعت والهدوء تقيل كأن حد حاطط بطانية على ودن الدنيا. البيت ده بالذات عمري ما حبيته، ريحته دايما عتيقة وكأنه شايل أسرار أكتر ما شايل تراب. وأنا بنضف الدولاب اللي محدش بيفتحه لقيت صندوق خشب صغير متقفل بصدى ومربوط بالخيط اسود. قلبي دق غصب عني، حاولت اسيبه بس الفضول شدني. فتحته ولقيت ورق متكرمش مرسوم عليه طلاسم غريبة وحزم شعر ملفوفة وصور قديمة لست كبيرة عينيها متشخطة بقلم أحمر. في اللحظة دي سمعت صوت همس ورايا، اوعى تقرا. لفيت بسرعة، مفيش حد، بس الإحساس إن في نفس بيتنفس ورا رقبتي ما كانش وهم. حاولت أضحك على نفسي وقلت يمكن أكون تعبان، بس الغلطة إن قريت أول سطر في الورق: اللي يفتح الباب ما بيعرفش يقفله. فجأة الهوا بقى برد والشمعة اللي مولعة طفت لوحدها. سمعت خبط في الحيطة، خبط بطيء منتظم كأنه عد تنازلي. الخبط قرب وبقى جاي من جوه الدولاب نفسه. رجلي اتشلت وما قدرتش اتحرك. الدولاب اتفتح سنة صغيرة وطلع منه صوت ست عجوزة صوتها مبحوح: رجع اللي اخدته والا هاخدك مكانه. ساعتها افتكرت حكاية قديمة كانت جدتي بتحكيها عن سحر اسود اتعمل زمان عشان يأذي واحد من قرايبنا، وعن ان السحر ده اتدفن في البيت ومستني اللي يلمسه. الضلمة بقت تقيلة وحسيت بإيد بتمسك رجلي. صرخت بس صوتي ما طلعش. الصورة اللي في الصندوق وقعت على الأرض، بصيت عليها وشفت وشي أنا بدل وش الست. الهمسة رجعت: قرب، دورك. آخر حاجة فاكرها إني صحيت الصبح الشمس داخلة من الشباك والدولاب مقفول عادي. افتكرت كل اللي حصل وقلبي كان هيقف. جريت افتح الصندوق، مفيش حاجة، لا ورق ولا شعر ولا صورة. بس وانا خارج من الشقة لقيت جارتي بتبصلي بخوف وقالت لي: هو انت صوتك اتغير شبه صوت الست العجوزة قوي. ومن ساعتها كل ليلة الساعة 2 بسمع خبط في الحيطة وبستنى اللي يفتح الباب بعدي عشان اقدر اذيه زي ما اتأذيت.